بالنسبه للفيديو جمارك الموبايلات اللي نزلناه امبارح، اللي بقول لك فيه لو انت نازل من بره مصر ونسيت تسجل التليفون في المطار تعمل ايه علشان تشيل الضريبه من على الموبايل بتاعك. في ناس بعد في التعليقات بيقول لك انا اتكلمت مع خدمه العملاء وما استفدتش منهم باي حاجه، وما عملوش معايا ولا حلوا معايا في اي حوار، والضريبه نزلت عليا. عايز افهمك نقطه كويس جدا تاخد بالك منها. انت ممكن تتكلم مع خدمه العملاء مره واثنين وثلاثه وعشرة تطلعش منهم باي معلومه مفيده. خليك لحوح. ايه خليك لحوح؟ يعني اتكلمت مره وما استفدتش اتكلم تاني، لان في بعض الموظفين فيهم مش هتاخد منهم اي معلومه مفيده وهيقول لك ما نعرفش لازم تسجل في المطار. فانت تكلم مره واثنين وثلاثه لحد ما يصادف معك موظف ابن ناس محترم يعرف يحل لك المشكله دي، وهيحل لك المشكله دي. وفعلا في ناس عملت كده وحلت المشكله بتاعتها ورفعوا من عليها الضرايب. خليك لحوح وما تملش، لانه ده حقك. بس كده، بحبك في الله.